مسعد محمد فضل شهيد. مساء جنابك حاضر عن الطعن. قدم اعلان بالجلسه. حضراتكم بس انا عاوز اوضح نقطتين متعلقتين بالنظام العام. النقطه الاولى جنابك ردا على ما ورد بمذكره النيابه العامه من عدم جواز الطعن بالنقض. هو جنابك انا الطلب ابتداء، طلب المطعون ابتداء كان بيطلب مني الزامي ب 30500 ريال سعودي. حضراتكم المستقر عليه بقضائكم ان قيمه الدعوه بتحدد بقيمه الطلبات مش بقيمه المحكوم بها. الطلبات جنابك ابتداء كان بيطلب مني 30500 ريال سعودي بقيمتهم وقت التنفيذ بالاضافه لفائده قانونيه. انا جنابك انا قيمتهم وقت التنفيذ الريال السعودي حاليا في ضوء السعر المعلن من البنك المركزي 8 جنيه وربع، يعني قيمه الدعوه 251,000 جنيه بالاضافه للفائده القانونيه اللي بتقول يا فندم هي دعوه مرفوعه في 2018. كان ساعتها جنابك الريال ب 4 جنيه و70 قرش، ولكن هو طلبه اصلا في الاساس بيطلب مني 30,500 ريال سعودي بقيمتهم وقت التنفيذ، ده طلبه. وبالتالي جنابك الدعوه بتقدر بقيمه المطلوب مش بقيمه المحكوم. هي المحكمه جنابك حكمت بالمبلغ 30,500 بالفعل، ولكن انا بقول قيمه الدعوه بتقدر بقيمه الطلب وقتها. بالاضافه لجنابك هو كان طالب فائده قانونيه، الفائده القانونيه بيقول انا عاوز فائده قانونيه 4% من تاريخ المطالبه حتى تمام السداد. ده يضاف عليه كمان ان طلب الفائده القانونيه اصبح غير مقدر القيمه، وبالتالي انا دلوقتي امام طعن مقبول شكلا لان قيمته جوزت ال 251,000 جنيه بسعر الريال وقت التنفيذ، والفائده القانونيه غير مقدره القيمه. في الحالتين الطعن مقبول شكلا. اما بالنسبه جنابك للنقطه اللي متعلقه وهو السبب الرئيسي والجوهري اللي انا بتمسك فيه في الطعن، الصفحه 2 جنابك من صحيفه الطعن انا بتمسك ان كان في انا الحكم جنابك عن حكم متعلق باليمين. المطعون ضده وجه اليمين حاسم. ابديت عذر امام المحكمه وقدمت حافظه مستندات، قلت والله ان انا خارج البلاد انا واولادي واسرتي بالكامل، وقدمت حافظه قلت والله انا اليمين وجه لي في ظل جائحه كورونا، وقدمت قلت والله حافظه مستندات بجلسه 20/3 اللي هي الجلسه المحدده لحلف اليمين، انا في ظل جائحه كورونا والطيران متوقف وانا عندي استعداد امثل واحلف اليمين، بس بطلب المحكمه ان هي تاجل لي جلسه لحد ما احضر. المحكمه اعتبرت ان انا ما حضرتش يعني ناكل عن حلف اليمين، وقضت على الطاعن بمبلغ 30,000 جنابك. الطاعن ده في مقتبل شبابه ما هوش قادر يسدد المبلغ. يبقى جنابك انا فعلا في خطا في الاجراءات، والخطا ده متعلق بالنظام العام. كان المفروض على المحكمه ان هي تعتني بالمستند اللي قدم مني، لا المحكمه التفتت عن المستند المقدم مني والتفتت عن دلالته وطرحته، رغم ان المستند بيؤكد ان انا خارج البلاد انا واولادي واسرتي وفي ظل جائحه كورونا اللي منعتني ان انا اجي لان الطيران في الاثناء دي كان متوقف. يبقى جنابك ده كان عذر كان المفروض المحكمه تهتم بيه وترد عليه في اسباب حكمها. الكلام ده جنابك ما حصلش يا ريس، فده وجه حقيقي لقبول الطعن بالنقض. جنابك ده على هذا الاساس انا بلتمس من حضراتكم وقف التنفيذ. 10 وزير الماليه ورثه بالوفا حسين.